بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل حمام. طبعا نزلت هنا في قلب الطاسة بمعلقة سمنة، ونزلت بالكبد والقوانص، شوحتها كويس جدا. وهنا في الطاسة التانية فيها بصلاية مبشورة. ماشي. أنا قلت أشتغل على طول علشان لازم أشوح الكبدة، وبعدين كنت بصراحة ناسية ونزلت بالبصلة الأول، فأنا بحب أشوح الكبدة. لما نسيت ونزلت بالبصلة قلت بقى انزل بايه في طاسة تانية بالكبد والقوانص. ماشي الكلام. دي الكبد والقوانص بتاعت الحمام. وهنا معايا البصلة اتشوحت كويس، وشوحت القوانص كويس جدا، ونزلت بيهم على البصلة عشان يبقى ماشيين كده ايه كويس، عشان الكبدة لما شوحت البصلة ما تجيبش ميتها، فعشان كده خدت الكبدة في طاسة لوحدها. وطبعا بشرت، قطعت حتة فلفل حامية، حطيت التوابل بتاعتي، حطيت ملح وفلفل وكزبرة وحطيت سنة قرفة. طبعا التوابل بتاعتك اهو، قرفة خشب وقرفة ناعمة، وحطيت كركم، ويعني التوابل اللي انت بتحبيها حطيها في حاجتك، بس اهم حاجة للحمام حطي فلفل زيادة، فلفل اسمر زيادة. ماشي الكلام. حطيت طبعا لكل حمامة بعملها بملى ايد واحدة كده واحطها. ماشي، ما تمليهاش او ايد واحدة وتحطيها. انا كنت عاملة كمية حمام كبيرة، بس انا كنت مصورة جزء صغير. هنا طبعا نزلت بحوالي كوباية مية. انا مش بغطي الرز، انا بس هشوح الرز يبقى مثلا نص سوا، هو كده مش هحط له مية تاني. ظبطت الملح بتاعه، التوابل بتاعته كانت حلوة قوي زي ما قلت، قرفة وخشب وقرفة ناعمة، وحطيت فلفل أسمر وملح، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت بتاع دوت لا إله إلا الله، كركم وكاري كده يعني. الحمام طبعا يتغسل كويس جدا بالملح والدقيق، وبعدين يتغسل بالليمون، يدنقع في الليمون، ما تنقعيش في خل، انقعي في ليمون. زي ما انتوا شايفين الحمام قشطة زي الفل اهو ما شاء الله. طبعا تصفي الحمام جدا. انا على طول بقول نصفي الحمام، نصفي الفراخ. ماشي، ما يبقاش في ميه في قلبي. انا حتى جبت مناديل من بتاعة المطبخ، وكنت بنشف الحمامة من جوه. ماشي. وما تيجي تحشي تاخدي حبة رز، وما يخلصوا تحطي غيرهم عشان لما يفيد منك شوية رز تسويهم. انا زي ما انا قلت، انا ما بحبش اصور كل اللي انا بعمله مرة واحدة، لا انا بصور جزء وبس. ماشي. انا كنت عاملة طبعا حمام كتير، والحمام ده انا عملته وشلته في الفريزر. ماشي، بس يعني انا سويته وشلته في الفريزر، اما بيعوزوا منه بياخدوا يحمر. انا بحشي الحمامة من جوه، وبحشيها بين الجلد بالراحة كده، واحدة واحدة. تحشي واحدة واحدة عشان ما تقطعيش الجلد. والحمد لله الحمام اللي انا حشيته كله الحمد لله مفيش ولا حمامة بأمر الله فرقعت مني. ليه بقى؟ عشان انا اول الحمام ما غلي خد غلوتين كده على نار عالية، رحت موطية البوتاجاز شوية. اللي انا حطيتها دي الراس بتاعت الحمامة. ماشي. كده بقى في الحمامة بعد ما حطيت فيها الرز، اقفلها كويس بين الرجل كده، بدخل الرجل ببعضيها كده ما شاء الله، وما فكتش مني خالص. هبتدي طبعا، انا مش شايله الرقبه، لو انت عايزه تشيلي الرقبه شيليها. وزي ما انتوا شايفين انا حاطه في طبق، وحاطه شويه رز في الطاسه معايا بحشي منه. ماشي، علشان الرز اللي يفيد مني يبقى نضيف وايه واسويه. وفعلا يوميها فاض مني شويه وسويتهم، كان في منتهى الجمال. بس دول سويناهم وما شلناهمش في الفريزر. بسم الله ما شاء الله كده. انا طبعا عبيت الحمام. بعد ما تعبي الحمامة بإيدك كده حاولي تنزلي لو في عليها رز واقع أو حاجة، تنزليها وتنضفيها، وتحاولي تفرديها كده وتبططيها. بصوا كده، أحب معاكم واحدة كمان.
زي ما قلنا بننشف الحمام. شايفين الحمام قدامكم في الطبق مفيش نقطة مية جاية منه، لأن أنا منشفاه كويس جدا. طبعا الغامق اللي انتوا شايفينه ده كان في حمامة سمرة أو حاجة، والكبدة خلي بالكوا برضو دخلت بين اللحم وكده. وادي حاشية الحمامة التانية معاكم. أقفلها بقى كويس. طبعا اللي ماسك الكاميرا وبيصورني مش مركز على ايدي كويس. هنا حطيت برضو الدماغ في الدماغ بتاعت الحمامة في الحمامة كده اهي. شوفوا بتقفل معايا الحمامة خالص، على اساس ان الرز بقى ما يخرجش منها. وبعد كده علشان أأمن الموضوع أو أبقى مرتاحة إن الحاجة بتاعتي تطلع مظبوطة وما تفرقعش مني، أنا كان عندي اللي هو الاسترتش ده. جبته وحاولت إيه ألف الحمامة فيه، عشان إيه أبقى ضامنة ومتأكدة 100 إن هي مش هتفرقع مني. وأدي الحمام. هو الحمام كان جاي صغير، بس الحمد لله أنا على قد ما قدرت حشيت. ما تحشيش الحمامة قوي عشان ما تفرقعش منك، وخليها مهوية كده. ما شاء الله الحمام زي ما انتوا شايفينه اهو قدامكم. طبعا انا حاطه ميه على البوتاجاز بتغلي. اجيب الاول الاسترتش نلف الحمام مع بعض ونشوف ايه. بصوا كده تفردي الحمامه كويس جدا، وتروحي جايبه الاسترتش. انا كده كنت ماسكه التليفون لنفسي، ما كانش حد واقف معايا. بتلف كويس الحمامه كده اه. بتلف كويس وتقطعي. انا مش حاطاه مش قافلاها بخله ولا حاجه. انا حاولت احط لكم الرخامه احط لكم الحمامه كده على الرخامه عشان تبقوا واخدين بالكم منها ان هي حجمها قد ايه ما شاء الله. وبقفل اهوت على بال ما حد يجي يمسك لي التليفون. بس ما الحمد لله كنت عارفه اشتغل. الحمام زي ما انا قلت ما تسيبوش على نار عاليه عشان ما يفرقعش منك. لو عايزه تسوي فرن البوتاجاز مش مشكله، سوي فرن البوتاجاز. حطيه في صينيه وحطي الميه، ما تغطيهوش، الميه تبقى نصه كده. وان شاء الله هيبقى ايه، هيطلع زي الفل. هنا حطيت الحاجات في الشوربة اللي انا هسلق فيها. حطيت ملح وفلفل، حطيت بصل وجزر ولوري حبهان. عشان الحاجة بتاعتي اللي انا هسلقها تبقى ريحتها حلوة كده وجميلة. كده ابتديت انزل بالحمام في المية. ما شاء الله كده كل طول ما احنا شغالين نقول بسم الله ونقول ما شاء الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام خدنا. وهنا الحمام بتاعنا طلع من السليق. بصوا شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله يفرح اهو. بس الحمامة قد ايه ما شاء الله. طبعا الجزرة دي طلعت معايا في الشوربة سبتها. بصوا الحمامة قد ايه، مفيش والله ولا حمامة فرقعت مني. بس انا هما الاربع حمامات اللي انا مصورتهم معاكم، وهم دول اللي انا صورتهم. بس فعلا انا كنت عاملة كمية وحطيناهم في الفريزر. بنطلع منهم كده يعني كل 3 أو 4 حطيتهم في طبق واتشالوا في الفريزر. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ما تنسونيش بقى في اللايكات بتاعتكم والشير. كلمة حلوة والاشتراك. وأسيبكم بقى في أمان الله وحفظه. ده الرز بتاعي اللي فاض استوى اهوت. بصوا أنا دقت منه في منتهى الجمال، والله في منتهى الجمال. ده اللي كان الحبة اللي فاضوا سويتهم وأكلتهم وأنا واقفة. وأدي الحمام بقى هجيب طبق وألفهم فيه ويتشالوا في قلب الفريزر. وما تنسونيش برضو زي ما قلت لكم في كلمة حلوة، في كلمة حلوة تحت الفيديو. اشتركوا في القناة، القناة صغيرة وعايزاها تكبر بيكم إن شاء الله. أسيبكم بقى في أمان الله وحفظ.